أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاوينا. تخيل المشهد ده كده معايا، شخص واقف في نص طريق ضلمة، المطرة نازلة بغزارة ورجليه غرزت في الطين ومغطيها الخوف، وفجأة يجي حد من بعيد يمد ايده ويشيله على كتافه ويمشي بيه لحد ما يوصله لبر الأمان والشمس الطالعة. المشهد الطبيعي إن الشخص ده يلتفت ويقول شكرا إنك أنقذت حياتي، لكن المشهد المرعب اللي بنشوفه كل يوم إن الشخص ده أول ما رجليه تلمس الأرض الجافة يبص للي أنقذه ويقوله انت اصلا ما مشيتش معايا غير عشان الطريق كان في طريقك وانا اللي وصلت بنفسي. النهاردة في حكاوينا مش جايين نتكلم عن نكران الجميل بالكلمات التقليدية المكررة. النهاردة احنا جايين نكشف عملية اعادة كتابة التاريخ اللي بيعملها ناكر الجميل عشان يهربوا من دين الأصول. إنكار معروف الغير مش مجرد نسيان، النسيان ده طبع بشري ممكن نسامحه. إنكار المعروف هو مسح متعمد للقطات الجدعنة من ذاكرة الشخص عشان يرتاح نفسيا. الشخص الجاحد ما بيقدرش يعيش وهو حاسس إن حد له فضل عليه، لأن الفضل ده بالنسبة له بيذكره بصغر موقفه في يوم من الأيام. فعشان يخلص من الإحساس ده بيعمل إيه؟ يقلل وقفة، بدل ما يعترف إنك أنقذته في مصيبة يقول عادي، يعني موضوع بسيط وأي حد كان هيعمله. يشككك في نيتك، هو عمل معايا كده عشان يبان ان هو جدع قدام الناس مش علشاني. يخترع غلطة، يدورلك على اي غلطة صغيرة في حاضركم عشان يمسح بيها كل جبال الخير اللي عملتها معاه في الماضي، ويقولك انت عمرك عملت لي حاجة عدلة. اصعب انواع العمى مش انك ما تشوفش الطريق، لكن انك تشوف الايد اللي اتمدت لك وتعمل نفسك مش شايفها. المرارة الحقيقية مش في انك محدش مقابل للي عملته، الاصول ما فيهاش تجارة ولا انتظار مقابل. المرارة بتبقى لما تفتكر السرير اللي فتحت له بيتك فيه وهو النهاردة بيتكسف يستقبلك، الكلمة اللي جبرت بيها خاطره وهو مكسور وهو النهاردة أول واحد بيجرحك بلسانه. الوقت والجهد والعلاقات اللي شغلتها عشان تقومه، فلما قام أول حاجة عملها إنه داس عليك عشان يبان أطول منك. الجحود مش بيكسر اللي اتعمل فيك، المعروف. الجحود بيقتل النية الطيبة اللي جوه المجتمع، بيخلي الجدع يفكر 1000 مرة قبل ما يمد ايده لحد تاني. لو عشت الصدمة دي او بتمر بيها النهاردة ومقهور ان معروفك اترمى في البحر، افتكر الحاجة دي كويس. اللي ينكر معروفك ما مسحش خيرك، هو بس اثبت انه كان اصغر من انه يشيله. المعروف اللي بتعمله ما بيروحش للارض، المعروف بيطلع للسما وبيرجع لك في صحتك وفي ولادك وفي ستر ربنا ليك في وقت انت نفسك ما كنتش عامل حسابه. سيب الجاحد لذاكرته الممسوحة، لان الزمن عنده ذاكرة ما بتتنساش.
وبكرة لما يحتاج ايد تشده مش هيلاقي غير صدى صوته القديم. وفي حكاوينا النهاردة حبينا نسمع منكم حكايات الحقيقة اللي بتوجع. ايه اقصى موقف حسيتوا فيه ان معروفكم اتنسى وبقى كأنه ما كانش، وازاي قدرتوا تحموا قلوبكم انها ما تتحولش لصدمة لأسوأ؟ شاركونا في التعليقات، مستنين كل حكاية، لأن كل وجع عديتوا منه هو فصل جديد في حكاوينا. وانتظرونا في حلقة جديدة من حكاوينا.